هو يعني إيه إن أنا أكون غني؟ خلّيني أقول لك بشكل تاني، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى اسمه الغني؟ عشان ربنا معاه فلوس كتير أو عنده دهب وألماظ كتير، والّا عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى مستغني عن أي حد تاني غيره وعن أي حاجة تانية غيره؟ ربنا سبحانه وتعالى غني عشان خاطر هو مستغني عن كل حاجة وعن أي حاجة وعن كل حد وعن أي حد، هي دي الفكرة. أنا لو أخدت الconcept بتاع الغنى بإن أنا لازم أوصل لمرحلة ما أكون مستغني فيها عن كل حاجة وأي حاجة وعن كل حد وأي حد، أنا ساعتها هابقى غني، حتى لو الفلوس اللي معايا أقل من ناس كتير أوي. الconcept ده لو أنا اشتغلت على أساسه وربطت نفسي بيه وربطت نفسي باسم ربنا سبحانه وتعالى الغني، أنا ساعتها هابقى ربطت نفسي بأكبر أصول موجودة في الكون، ألا وهي خزائن السماوات والأرض. لأن أنا لو بقيت مستغني عن الناس وبقيت مستغني عن الدنيا وبقيت مستغني عن الماديات اللي هي دايمًا بتجرني لتحت، وبقيت مرتبط بربنا سبحانه وتعالى وبقيت مرتبط بحضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هالاقي نفسي أوتوماتيك الدنيا لوحدها هي اللي بتتسخر لي وبتجري ورايا. ليه؟ لأن أنا ربطت نفسي بصاحب الخزنة.